بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا على قناة عالم المعرفة. مرحبا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم سوف نتعرف على طريقة سداد الرسوم بالنسبة لتمديد الزيارة العائلية، فابقوا معنا لمعرفة ذلك. مرحبا بكم مرة أخرى. ولسداد الرسوم تقوم بالتوجه مباشرة إلى تطبيق الحساب البنكي لديك. على سبيل المثال ناخذ الراجحي، وممكن طبعا تسدد من أي حساب، إنما أو أهلي. تفتح الحساب البنكي تبعك بانتظار فتح الحساب، وبعدها تتوجه مباشرة إلى المدفوعات، ومنها إلى المدفوعات الحكومية هنا، ومنها تتوجه إلى خيار خدمات المقيمين، ومن ثم تختار تمديد تأشيرة الزائر، وبعدها تقوم بإدخال رقم الحدود بالنسبة للزائر المراد التمديد له، وتتأكد من صحة إدخالك لرقم الحدود. بعدها نضغط على تأكيد، ومن ثم نختار الحساب المراد الدفع منه، ويأكد لك تفاصيل المدفوعات، تعطيه تأكيد وتنتظر الكود اللي بيرسل لك على الجوال. تقوم بإدخال الكود، ومن ثم تضغط على تأكيد. تم الدفع بنجاح.